مجزرة المشفى الوطني في السويداء. بالفيديو والدليل والبرهان أن من قام بها هم ميليشيات حكمة الهجر الإرهابية الطائفية التكفيرية الداعشية. شوفوا الفيديو وهلأ بنرجع. وهاي من قلب السويداء. هاي من قدام المشفى. لك حيوا الدروس. حي حي ايوه يلا حي حي. شايفينه؟ طبعا هذا الفيديو نشره شخص اسمه مأمون وليد عدوان، هو متطوع بالهلال الأحمر من قدام المشفى الوطني بالسويداء الساعة 5 العصر بتاريخ اليوم 16/7/2025. فات هو والميليشيات. هذا الفيديو هو موثقه وناشره الساعة 5 العصر من أمام المشفى الوطني بالسويداء. فاتوا وتحصنوا فيه لمدة ساعات، وبعدين انسحبوا أول دخول الأمن العام ليكتشف الأمن العام المجزرة الفظيعة يلي صارت بقلب المشفى الوطني في السويداء. المكان، أرجو النشر يا إخوان، المكان المشفى الوطني بالسويداء، التاريخ 16/7/2025. التوصيف: مجزرة إبادة جماعية وتطهير عرقي على الهوية ارتكبتها ميليشيات حكمة الهجر الطائفية الإرهابية بحق أكثر من 100 من عناصر الأمن وعشائر البدو المدنيين الجرحى والمصابين والمرضى أثناء تلقيهم العلاج داخل المشفى الوطني بالسويداء. الأدوات التي تمت بها ارتكاب المجزرة: تمت المجزرة باستخدام سكاكين ومشارط طبية وأعيرة نارية أو بالخنق والحقن وقطع الأكسجين. النتيجة هي جريمة حرب دولية متكاملة الأوصاف والأركان. هي المجزرة برسم المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان. لا تخلي الفيديو يوقف عندك. افضحوا إرهابهم وتطرفهم وطائفيتهم. هي إبادة جماعية تطهير عرقي بحق مكون في سوريا. لا يوقف عندك الفيديو يا ابن البلد، لا يوقف عندك الفيديو يا ابن سوريا.